السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد مع وصفة جديدة، وصفة تقليدية قديمة عريقة، وصفة قبائلية. نسموه فطير وقصول، قطع ورمي، فطير البرمة، فيركيم في طبق شتوي بامتياز، بنين بزاف، طبق رائع راح يدفي الجسم مليح، سورتو اللي عندهم لا غريب مع هذا ليامات، كاين المرض وكاين البرد. هذه الأكلة رائعة، راح تخليكم تاكلوا تعرقوا وتخرجوا المرض كامل. احنا وجدت شوية دقيق ودرت الملح والماء، نعجنوها عادي حتى تطرى العجينة وتعود تتكسل كيما شواط نتاع الشخشوخة عادي. نبقى ندلك فيها حتى تطرى العجينة كيما راكم تشوفوا. تحبوا تدلكوها في العجانة ادلكوها في العجانة، ما كاش مشكل. انا حبيت ندلكها بيديا يعني شوية نستمتعوا بالعجين. كما راكم تشوفوا بدات تطرى العجينة، انا سرعت لكم هنا الفيديو. هذه الاكله صدقوني راح تجي هايله اللي جامي دارها واللي ما يعرفهاش غير يسيها، والله غير هايله. تدفي الجسم، فيها عناصر بزاف مغذيه، والعناصر هذه مليحه في فصل الشتاء. كما انا استخدمت حوايج هايلة. عندك عجوزتك ما عندهاش الفم، ما عندك جدتك مريضة، وليداتك والله غير الولاد، حتى الولاد تعجبهم. ونحاولوا اننا من نقطعوش اكلاتنا التقليدية هذه، والله هايلة. هنا درتهم لوزات صغار وخليتهم يرتاحوا. من بعد وجدت زوج حبات بصل كبار، الثوم انا تعرفوني نحب الثوم، اللي ما تحبش تكثر ما تكثرش، جوا فلفل اخضر حار، وزوج حبات طماطم نقطعهم ونرحيهم، من بعد نحمسهم كيما تحمسوها، كيما ديروا المقطعه، كيما ديروا العيش، يعني عادي طريقه تاعو كيما الدوزان تاعو، كيما العيش، كيما المقطعه. انا هنا درت له ثاني الرند، نحب نضيفه ثاني في الاكلات تاعي باسكو صحي. هنا هاني رحيت شوفوا ما شاء الله تجي مدوزنه على الكيف. درت شويه زيت وكبيت البصله والثوم اللي رحيتهم، وجوا الفلفل هذاك حطيته. درت هنايا شويه كزبر، مغرفه فلفل حار حمار، وفاح ثاني نديرو. نحمسوها عادي كما نحمسوا المرقه تاعنا، قلت لكم تاع المقطعه ولا المرقه نتاع العيش، عادي كيف كيف. درت زوج مغارف مش معمرين طماطم، وهني دايره الطماطم تاع الحب. اللي تحب تستغنى على طماطيش المصبرات تستغنى عليها، انا حبيت نديرها باه تحمر لي لاصوص تاعنا. نحركها ونخليها تتحمس. الملح طبعا ما ننساوهش، ونمرقوها عادي كما قلت لكم، مرقوها مليح، تتمرق مليح باسكو رايحه تنشف. من بعد كي نبداو نحطوا فيها الورقات نتاع الفطير، نحمسوها نخلوها تطبخ. هنا انا درت لها الهرماس والفلفل الراموش والرند. اول حاجه نشمخهم في الماء المغلي باسكو كي تشوفوا فيهم الغبره تاع المحلات وتاع متعرضين الغبره، متعرضين الميكروبات، متعرضين، وسورتو الهرماس راه قديم بزاف. نشمخوهم في الماء المغلي ونخلوهم يتنقعوا، تخرج لهم هذيك الاتربه وهذيك الرواسب اللي مش مليحه، ونغسلوهم مليح قبل ما نحطوهم يغليو في المرقات تاعنا. هنايا الراموش كاينين اللي يحبوا يفوروه ويرحوه، والله كاينين اللي يرحوه هو يابس ويديروا هكذاك يابس. انا نستخدم الطريقه هذه، نلوح الراموش ديريكتومون في المرقه، نخليه يطبخ ومجمول. اللي يحب الحار يمحر قدامه الراموش هذاك بعد ما يطيب، يحرر في جهته. واللي ما يحبش الحار يعني راح تكون الجميع العائله، يعني كاين اللي يحب الحار كاين اللي ما يحبش الحار. هنا اذا كنتي تحبي الحار كي طيب لك المرقه تاعك رايحه تمحري قدامك، زيدي حري على روحك.
اما اذا ما حبيتش الحر بعدي عليك الراموش. هذه هي طريقه هايله، خير من ترحي وتحري للناس كامل، كاين اللي ما يقدرش للحار. هنا هاني بعد ما غسلتهم مليح مليح مليح، كبيتهم في المرقه ودرت حبيبات نتاع دقله رايحين يكسروا هذاك الذوق ويعطوا بنه للفطير تاعنا. هنا وقت لاصوص طابت، وجبت اللوزات هذوك ديجا كانوا ارتاحوا ويجوني ساهلين. نبدا نحل فيهم كيما الشواط نتاع الشخشوخه، نحلهم رقاق مليح مليح. اذا كنتوا يجوكم صعاب صغروا اللوزات، نحلهم مليح مليح ورقاق ويكونوا ترونسبارون، يعني يبان لكم الحاجه اللي تحتها تجي رقيقه بزاف، باسكو اذا لحناها احنا فوق المرقه رايحه تشرب لاصوص هذيك ويزيد حجم تاعها، رايحه تزيد تضخم، يعني ما تخشنوهاش تجيكم معجنه، ديروها رقيقه والله غير تجيب لنا عظيمه، تجي تهبل تهبل تهبل. رقوها من بعد حطوها فوق لاصوص، يعني ما كنش رايحين تغرقوها طول الشواطه هذه الفطيره، حطوها فوق لاصوص طيب على البخار هذاك. كاينين اللي يحطوها على الحواشي نتاع الطنجره اللي رايحين يطيبوا فيها، طيب على البخار ومن بعد يغطسوها بالمغرفه. انتم انايا لا انا نحطها ديريكتومو فوق لاصوص هذا، نحطها فوق لاصوص طول تبقى عايمه فوقه، والطيب قبل حتى يتبدل لونها من الابيض يولي صفر، هو يتبدل لونها، وانا نغطس عليها بالمغرفة ونقطعها لداخل، نقطعها هكذا تولي شرائح شرائح، ما تلوحوهاش عجين تجيكم مكلزة لداخل. هكذا تبداو تقطعوا فيها بالملعقة لداخل، وهكذا كملوا ورقة ورا ورقة، ورقة ورا ورقة، رايحة تجي حتى لاصوص تاعكم رايح يعقد. من بعد كي تبداو تلوحوا في الشواطات هذو رايح لاصوص يعقد وتجي هايلة. اني نزيد نسيي معاكم واحدة اخرى، شوفوا كيفاه نسرحها رقيقة، نسرحها رقيقه بزاف، وقلت لكم نحطها هنا تمحالي اللقطه وانا نلوح فيها، وكنت غير وحدي يعني ما صلحليش كيفاه ندير لكم. شوفوا كيفاه ترقوها تجي رقيقه بزاف بزاف، باسكو قلت لكم راها تتضخم من بعد كي تلوحوها في المرقه، راها تزيد تشرب هذاك الماء وتخشن. والله صدقوني يا اخوات، يعني اللي موالفين يديروه راهم على بالهم بالبنه، واللي مش موالفين يديروه ننصحكم انكم تجربوه، سورتو اذا كان عندكم ولادكم صغار ولا عندكم ناس كبار في العائله رايحين ياكلوا يشبعوا، والله غير ينحي الغمه هاي اللي ينحي لكم على قلوبكم، سورتو اللي عندهم لا قريب، يعني نتاع بكري عندهم حكمه في كلش. وهنايا انا استخدمت الشواط هذا غير بالسميد برك، الفرينه كما عارفين تجي رطبه سورتو في العجين كي طايب هكذا في المرقه، الفرينه رايحه تجي رطبه وتجيكم ما يجيش مليح في الماكله كيما ديروه بالسميد برك، يجي بالسميد روعه يجي هايل. استخدموا فيه غير السميد برك الشواط هذا، وحاولوا انكم اضطروا العجين برك في الاخر. تحبوا تستخدموا الطماطيش المشلحه ثاني راح تجيكم ذوق علامه وفايده كذلك. انا ما لقيتش هنايا الطماطيش المشلحه، ما كانتش متوفره عندي، والعشاب اللي قدامي ما كانتش ثاني متوفره عنده، لقيت غير الهرماس والراموش. هنا كملت بنفس الطريقه، نحلل ونحط فوق المرقه حتى تفور، ونغطسها بالمغرفه، ونحاول اني نقطعها ما نخليهمش كبار هكذاك حتى كملت كامل الورقات اللي عندي. والمرقه شفتها خثرت وطاب الذوق شواطه هكذا، ذوقوها وتشوفوها باللي طابت، يعني ديجا هاي كي تفور فوق المرقه راها طابت، يعني غير زيد تطبخ شويه وتتضخم وتشرب البنه تاع لاصوص هذاك، والله غير تجي هايله. جربوها على طريقتي وان شاء الله تعجبكم، وحطوا لي في التعليقات. الأكلة هذه بزاف ما يعرفوهاش، هي أكلة قبائلية قليل اللي يديروها، ماهيش مشهورة في المناطق كامل، والله غير هايلة، ننصحكم بها.
هايلة. أنا نديرها يعني، شفتها من قبل نديرها وعجبتني. هايلة يعني، أكلاتنا التقليدية ما نفرطوش فيها، والناسنا تاع بكري والله يعني عندهم في كل راس حكمة. وصح عندها حكمة أنها مليحة وأكلة شتوية وتشبع ولا غير هايلة. شوف والله يبارك فيه، جات تحفة تحفة تحفة، بنينة بزاف بزاف. شوفوا شكلها برك يعني كيفاه جا، ما شاء الله. شهيتكم في الجنة إن شاء الله. للأمانة الأكلة هذه يضيفوا فيها الشحمة، اللي يحب يضيف الشحمة يضيفها. أنا ما نحبش نضيف الشحمة، ما ضفتهاش يعني. للأمانة انتي والذوق تاعك واش تحب العائلة تاعك تاكل. فطير القصور ان شاء الله يكون يعجبكم. صح، فطير قصور او اكلة قصور بمعنى الكلمة. بالنسبة للناس المرضى راح يخرجكم بعد ما تاكلوه، رايحين تعرقوا ويخرج لكم المرض باذن الله، وربي يشفي جميع المؤمنين. كانت معكم ربة بيت جزائرية. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش التعليق والاشتراك والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. مع السلامة، مع فيديو قادم إن شاء الله.